بسببك سبت من فيديوهات وقلت خلاص. لو شايف الراجل اتكلم معاه كنت اتكلم. يا جماعه انا مش قد الكلام، انا مش هعمل فرح لبنتي. انا كنت والله العظيم يا كابتن انا ما هقطع حرف من اللي انت. انا مش عايزك ولا عايز بنتك، بس انا عايز حاجه واحده بس وبناقص يا عم منها معلش. اقسم بالله ما تفصلش الفيديو لحظه بلحظه. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا. قبل اي حاجه يا جماعه نصلي على النبي. طبعا كلكم مستغربين ان احنا طالعين في فيديو تاني، لان احنا الفيديو اللي فات قلنا ده اخر فيديو لينا. بس يا جماعه اللي خالد الكابتن عمله ده اقسم بالله ما ينفع، ولا يعني العيش والملح والصحوبيه والاخويه ما تنفع خالص نهائي باللي هو بيعمله ده. هو مش باقي على ده انه يطلع ويجيب ناس تتقدم ومش عارف ايه ويجيب ديك ويسميه ادم والكلام ده. لا دي قله قيمه يعني بجد، بيستقل بينا جامد، واحنا ناس عندنا كرامه، فمش هينفع نسكت على اللي بيحصل ده. بس الفيديو ده بقى مش مجرد فيديو، الفيديو ده احنا جايين قدام بيته. انا دلوقتي في مدينتي انا وادم، وجايين نشوف مين الديك ومين الفرخه. فانا مشاهدكم على كل حاجه النهارده في الفيديو، هتشوفوا كل حاجه قدام عينيكم، واللي في الخير يقدمه ربنا، لان اللي عمله ده ما يصحش خالص. بس قبل اي حاجه يا جماعه اتمنى ان انتوا كلكم تعملوا لايك على الفيديو، لان اللايك ده بيثبت ان احنا على حق، بيثبت ان ورانا ناس محترمه. كل الكومنتات على الفيديو عنده كينج مصر كينج مصر، على حق كينج مصر. فانت ايه مش بني ادم؟ انت واخد الموضوع استهتار ومش عارف ايه. يا عم خلينا دلوقتي احنا نازلين هنشوف يا جماعه الموضوع، وتابعوا معايا وانتوا برضو ليكم الحكم وليكم الراي. يلا بينا دلوقتي يا جماعه، احنا قدام البيت وهنروح دلوقتي احنا برضه بنلعبوا كوره. هناك هم. تعالى يا شيكو. خالد خالد تعال لما مفيش عايزك. لا يلا سلموا، خشوا جوه، يلا سلموا كده. ايه بقى انت انت عايز ايه؟ جيت نضربنا ولا ايه؟ لا انا عايز افهم بس انت ايه اللي بتعمله ده؟ بس انت راضي عن نفسك؟ بلعب كوره بقى. بتصور ايه؟ مالكش دعوه. بتصورين مثلا كده. انت بقى جامد قوي جيت عند البيت. يا عم ما تهزرش بس. ولا حاجه. بص استفزاز. ولا حاجه. استفزاز خلينا نشوف رد فعل هيضايقك. ولا حاجه. انت لو جاي لوحدك كنت حبستك. طب ماشي اسمع مني بس عشان اقسم. اسمع لو مني. جاي لوحدك كنت طب حبستك. اسمع مني بس. انا جاي لوحدك. طب اسمع. اسمع غريبك، هي مكالمه الامن الشرطه اهي. بص جاي تهاجم يا عم عليك. امن شرطه ايه يا عم؟ قلت لك الناس جاي. عارفه ان احنا يا عم ما قلتلكش مش لازم اقول طيب لك. ماشي، بقول لك ايه وخلاص، هي دي اخر بجيه. بس انا جاي دلوقتي عايز اعرف انت ايه اللي انت طب اقفل عملته ده. الكاميرا ولا؟ يا عم مش قافل الكاميرا والله ما قافل الكاميرا. انت مش قلبك جايبك اتكلم قدام الكاميرا. يا عم انت جايبني اتكلم مش انت قدامك. طلعت وضحكت الناس اللي ضحكتها علينا دي لازم تشهد عليك. انت دلوقتي لو عملت فيديو قلت لي يا كينج مصر انت ما ينفعش تتقدم، ومفيش حاجه اسمها حجز وحجز قاعه افراح والكلام ده. ايه بقى النمره اللي انت عملتها الناقصه اللي انت عملتها امبارح دي؟ طب عيب تقول ناقص عيب. وربنا نمره ناقصه. هو مين قال لك ان انت تديك اصلا؟ مين قال لك مين يديك قصدك؟ هات ديك احنا الاثنين واحد. وهات ادم ديك ومش ديك. مش احسن ما يكون انا مش قلت خش جوه؟ انا مش قلت تبدا فيها خش؟ اخش نقعد فيه؟ مش داخل انا البيوت عشان الناس بس ممكن. يا عم ناس ايه؟ انا مش عايز. انا خلاص لسه ولا خلاص. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايوه انا عايز اعرف دلوقتي انت ايه اللي بتعمله ده. بس بعمل فهمني ايه؟ فهمني اللي بتعمله. مش قلنا خلاص انا راجل يا عم بسببك بسبب. مش عشان الناس. مش عشان الناس. الناس تتفرج علينا. انت عندك كميه برضه اعصاب ما اعرفش جايبها منين. ثواني بس اجيب الكوره عشان ما حدش يخش. هو كده. هو ده خالد الكابتن، اقسم بالله بالرود على ابعد الحدود. ماشي لما نشوف اخرتها. اقسم بالله ما تفصلش الفيديو لحظه بلحظه. يلا نمشي. لا خلينا يا عم نشوف. نمشي ايه؟ هو انا جاي انت هتقلم يا خالد يا خالد بص بيعمل ازاي. يا خالد يلا نمشي يلا نمشي. يا خالد. خلاص يا عم كريستيانو. يا عم بطل جروب بقى يا عم. خليك تقعد تعبني بقى ونقول الفضل. ماشي حلو. الله جميله. انا ماسك ايدي موبايل. طب ماشي ايه عايز امسك الكوره دي يا طب ماشي ايه البرود ده؟ وقف الكاميرا انا اتكلم معاك. والله ما واقف كاميراتك. خلاص انا مش هتكلم. انت يبقى انت الناس يبقى انت كده على غلط. انت عارف انت على غلط. ايه يا ابني؟ انت على غلط. انت على غلط. انت طلعت وقلت يا كينج وكبرت انا واحد كلمتك في رساله على الخاص وقلت لك يا خالد ايه كلمتك في على الخاص. فين؟ طلعها لي. ايه دي؟ مش بتصور؟ طلعها. قول لي ايه؟ قلت لي على الخاص. الفويس قلت لك ايه رايك نحجز البنت لادم. هو انا قلت لك ايه بقى؟
قلت لي ما الناس سمعت قلت ايه؟ قلت لي يا كينج مصر انت بتهزر، احنا كنا متفقين على فيديوهات ومش عارف ايه وتحجز يا كينج يا ثلاجه. بعد اذنك انا في الشارع قلت له اخش جوه. يا انا مش عايز اخش جوه عشان كده انا في اتكلم جيران. براحتي يا عم. في جيران. مفيش جيران يا عم. في جيران والله. ماشي في جيران يا باشا. ماشي يا عم اهو كده. ماشي بعد اذنك. طيب انت قلت لي كده مين اللي طلع فيديو وطلع فويساتنا على السوشيال ميديا الاول؟ ومين اللي قال يا كينج؟ طب رد عليه، مين اللي قال يا كينج مصر لو الفيديو جاب تفاعل هعمل فرح على حسابي؟ انا كنت بهزر معاك في لا لا يا حبيبي اشمعنى ما خدتش كلامي هزار؟ يعني إيه اشمعنى كلام الكلام اللي قلت لك على الواتس ما خدتوش هزار؟ عشان ثواني بس انا اسالك سؤال صغير وانت رد عليا. ها بعد اذنك رد على قد السؤال. مم. مين اللي نزل الفيديو الاولاني على السوشيال ميديا؟ انا اللي نزلت. مين اللي بدأ على انا السوشيال اللي ميديا؟ نزلت. انا نزلت. استحمل بقى. ماشي ما انا بعرفك الناس فرحانه، استحمل ايه؟ فرحانه ايه؟ طب صلنا. ايوه الناس فرحانه، ادخل شوف الفيديو. انا مش شايف كومنتات، ما بتشوفش يا عم. انا بتكلم بيني وبينك على الواتس. تمام؟ اه. وقلت لك انت المفروض بقى تطلع مش تسمع الناس فويساتي. اللي بينا ما ينفعش حد يسمعه. لو بتشاهد الناس انت اللي بدات على السوشيال ميديا ونزلت. طيب. انا ما نزلتش. ماشي. فلما انت نزلت استحمل. انت اللي صلى على النبي. ودايما في امثالنا بيقول ايه الباقي اظلم. يا عم ماشي، بس انت دلوقتي عملت فيديو قلت لي يا كينج مصر ايه ضحك على الناس وتحجز ايه وضحك ومش عارف وقصص افلام هنديه مش عارف عملت كده، رحت على اليوتيوب وعملت فيديو. انا عايز افهم حاجه دلوقتي، انا راجل دلوقتي بسببك وبسبب بنتك اعتزلنا وقلنا مش هننزل فيديوهات تاني. ايه النمره الناقصه اللي انت عملتها امبارح؟ هقول لك ايه؟ عيب ومش عيب لما هم اتريقوا علينا؟ انت بتتنمر كده. ومش عيب لما هم اتريقوا علينا انت امبارح بتتنمر. وقالوا على ادم ديك؟ ما هو ديك فعلا والفرخه مش ليه. طب ما ده عيب يعني اللي مش انت عيب، ما انت بتقول لما تقول جاي معاك بكوميديا يعني؟ انا مش جاي انا كوميدي كده اصلا. أنا جاي معاك بكوميديا يعني؟ ايوه وبعدين طبعا. بتقول للناس انت الراجل ما قدرنيش وعنده عزا، وانت قدرت يعني؟ قدرت يعني الموقف يعني اللي انت فيه وضحكت الناس علينا؟ هتقول لي مصور الفيديو قديم نزلته ليه طيب؟ انا نزلت عشان ليه؟ خاطر عشان خاطر يجيب لي ريتش. انت بتاع ريتش يعني؟ انا اصلا لما اخبط في جيم مصر هجيب مش انت بتصور؟ انا بصور. لما اخبط انا محتاج ريتش اصلا. طيب ماشي، وبعدين هنقفل القصه دي امتى؟ انا مش عايزك ولا عايز بنتك، بس انا عايز حاجه واحده بس، تتأدب بالكلمه اللي قلتها قدام الناس ان الفرح هيتعمل على ده حسابك. بجح، انت راجل بجح والله. عشان بقى خد بس يا عم، عشان بقى عايز نعمل فرح ليه؟ يا عم انت مش انت اللي قلت كده؟ عندكش دم يا عم رد على بس تعالى بس ده طب بس بعدين انا بطلب منك طلب. انا مخليك بطلب منك، طب اسمع مخليك فرخه وجاي تقول لي يا عم انا بطلب قد كلام انا بطلب منك طلب بعدين. انت بتهزر بتاعك مش احسن ما اكون احسن من البقره اللي كانت عندك دلوقتي لسه داخل. خليناش بقى نغلط في العيال بقى يا عم. طب خلي ادم يروح عشان اعمل. هيروح فين ادم؟ ما تتكلم يا عم، يروح انت على تقول كلام عيش. عيب. ما تضحكش، تضحك. لا لا لا. سؤال بس انت جاي تعمل ايه؟ يعني جاي عايز الفرح. انا عايز اقول لك لا اقفل الموضوع. انت ازاي بس تقول لي انت يخصني انت ولا البيت ولا سيد ولا عبد الله ولا عويس وجاي تقول لي ايه؟ عايز هتبقى قد كلامك وتعمل الفرح. ايوه عشان تتأدب. هتقدم اعمل فرح وعازمك بيه؟ لا تعزمني ايه؟ لا نعمل فرح. تتأدب وتعمل فرح. يا ابني بس انا عايز ادبك عشان انت قلت الناس مش هتفرح، والناس الفيديو جايب 2 مليون مشاهده و150 الف لايك. ايه ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ ولو على ادم ده طفل صغير يا كابتن ما يعرفش حاجه، شرطته ما بين صحابه عاملين يقول له ايه وانت ديك وضحكنا. اقسم بالله الولد انهار عياط امبارح، انهار عياط. ما هو انت اللي وصلته لكده، هو طفل فاهم. اقسم بالله امبارح ما عرف ينام ياخد الفيديو بتاعك. هو ايه اللي عمله مع البيت ده طيب؟ والله العظيم ثلاثة هو ما في يعني دماغه. عمو خالد بقول لك ايه، انا ممكن اخطف بنتك واخطفك. الواد ده جامد قوي. ما هو جامد لسه مع ايه ده يعني؟ كان ده من قلبه؟ لا ما على فكرة يقدر يعمل كده. فريحنا بقى بس بعد اذنك. يا عم ممكن اطلب منك طيب خرج العيال. بقول لك ايه، خرجني بقى من الحكايه بتاعتكم دي، انا ولا ديك ولا بقى، خرجوني من الحكايه دي. خلاص يا عم ساعة النبي لو على الكلام ده يبقى انت مالوش دعوه بالقصه ونشوف بقى احنا بيني وبينك. برضه ما تقولش دي كمان يا ابني، عيب يا ابني والله اللي انت بتعمله. انا اللي بطلب منك طلب دلوقتي. هي ديك بتضايقكم؟ انا عندي حل واحد دلوقتي، اتفضل. يا تقفل القصه يا تتأدب قدام الناس اللي انا هقفل ملايين القصه وانت وتعمل الفرح. مش انت اعتزلت؟ اه مش انت اعتزلت؟ اه خلاص انا مش هجيب سيرتك تاني واقفل القصه. لا نعمل الفرح. انا مش عايز اعمل فرح. انا ودين الله لا ادبك ورحمه وحياه لا اله الا الله تتأدب يا كابتن، أتأدب إيه؟ واعمل لك قعده فيها. قاعده ليه؟ قاعده تتأدب يا باشا، تتأدب. لا انت ربطت نفسك بكلمه. لا انا مش قد الكلام، انا مش قد الكلام. انا بقول يا جماعه انا مش قد الكلام، انا مش هعمل فرح لبنتي. انت عيل. لا انا عيل دي لا ده انت عيل. لا مش انا عيل. لا قول بقى مع اللي انت هيقول ايه؟ قلت انا عايز قلت كده. انت اللي قلت هو بيقول لك انت اللي قلت على نفسك انت كده. عايز مني ايه برضه؟ انا عايزك تتأدب باللي انت قلته وتفك القصه وكل واحد يروح لحاله وبناقص يا عم منها معرفه. ماشي لو الفيديو ده جاب مليون لايك هعمل كده على اليوتيوب ده. اه. مليون لايك انت اخرك 2000 لايك. يا عم انت مالك بالفيديو يا عم يجيب مليون لايك وانا كده لايك. الناس ادخل شوف الناس وشوف كلامي، ما الناس بتفهم يا صاحبي. ممكن نقعد صاحبي نتكلم والله بقى العظيم في ثلاثه القصة. ما ينفعش تكون صاحبي. ممكن نقعد نتكلم عشان نقفل القصه. وبعدين مش نقعد نتكلم بجد والله عشان نقفل القصه لان ده كله تهريج اللي عاملينه ده تهريج.
ممكن نقعد وانت تعرف تتكلم جد؟ اه والله انت هتكلم. كل حياتك هزار. والله هتكلم بجد. ممكن نخش نقعد جوه؟ ممكن نخش نقعد جوه نتكلم؟ ماشي. ما بقعدش مع حريم. يلا نمشي يلا نمشي والله. بص يا جدعان انا مش هو هتكلم. جاي يهزر. بص براحته واحنا مش هنتكلم تاني عشان فعلا انا لو شايف الراجل اتكلم معاه كنت اتكلمت. خد ده بقول لك. خد بس هقول لك والله. يلا والله هقول لك خد. يلا هقول خلي لك. بالك ودين الله ما هقطع حرف والله العظيم يا كابتن انا ما هقطع حرف من اللي انت شفته في الفيديو ده. ايه يا زلمه بهزر لا معاك. انا مش والله. عايزك ما تهزرش معايا وربنا ما تهزرش معايا يا خالد ما تهزرش معايا. طب اقول لك على ما حاجه. تهزرش معايا. يا جدع والله. اوعى يا عم ما تهزرش والله معايا. العظيم بهزر معاك. طب اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه طيب. والله العظيم والله العظيم هجيب لك وائل وياسر احنا بنعمل فيك مقلب. والله امبارح عاملين فيك مقلب. اقسم بالله عاملين فيك مقلب. تعلم بالله. يا عم ما تهزرش. اقسم بالله مقلب. والله مقلب. اقسم يعني انت كنت عاملين فيه مقلب وانت عارفه انه مقلب. والله عاملين فيك مقلب. اول ما نوصل يعني انت عارفين ان ده مقلب وانت عارفه ان ده مقلب يا ايسن وهنا عليكي بس على فكره وحياة ولادي كينج مصر ما يعرف حاجه. اقسم بجلاله الله ان كينج مصر ما يعرف انه مقلب. والله ان ياسر امبارح ووائل جايين وعاملين فيه مقلب ان احنا نعصب كينج مصر وانا وصلت اللي انا عايزه وانا طلعت فنان وكل اللي دخل شتمني امبارح في الكومنتات. كل اللي شتموني انا مسامحكم. عارفين مسامحكم ليه؟ عشان بحب الناس اللي بتقف مع الحق واللي انا عملته امبارح ده كان غلط. ما كانش صح ان انا اعمل كده حتى لو ارد عليه بس انا قلت اعصبه وانرفزه لان انا بامانه ما بقتش فاهمه هو بيتكلم بجد ولا بيهزر. بص حقيقي والله تاني بس اقول لك حاجه والله وحياة ولادي ان كينج مصر ما يعرف ان انا بعمل فيه مقلب. اقسم بالله انت جيت اقسم بالله ما بهزر. تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه اني عايز اقول على حاجه ان الثاني الناس اللي شتمتني انا مش زعلان لان زي ما قلت لكم هو انتوا حقكم ان هم يدافعوا عن كينج مصر عشان بيحبوه. دي رقم واحد. رقم اثنين اللي انا عملته امبارح مش صح. انا جيت ليك وطلع ده قلبي. اقسم بالله قلبي صح؟ صلى على النبي. عارف كده؟ بس صلى على النبي. زعلان؟ بس يا دوما بقى قسما بالله امبارح والله العظيم كم مره عمال اتخيل ادم جوه دي قاعد مثلا. ده اقسم قلبي. بالله ما نام يا جدعان أقسم اقسم بالله بالله ما قلبي. نام. اقول لك حاجه صلي على النبي. تعال اقول لك على حاجه. تعال قرب بس كده بس اقول له على حاجه. قول بصراحه. قول والله قول الصراحه. قول والله احلف الصراحه. يعني لا قول والله قول الصراحه قول. مين اكتر واحد بتحبه في حياتك غير بابا؟ من غير ماما. ما انت وماما واحد يا خالد. قلبه جامد ابراهيم الابيض. اهو. حلوه دي حلوه دي. يعني الناس ما بتحبنيش؟ عشان زعل منك جامد يا خالد. يا جماعه انتوا شفتوا عياط ادم من امبارح. اقسم بالله ابني ما نام. انا ديك وشايف الفيديو وانا قد كلامي والله اللي عامل لهم احلى فرح. مبروك علينا فرحتنا كلام خلصانه يا جدعان. انتظرونا وانتظروا بقى نعمل لهم كده تحضيرات ونعمل لهم اجواء كده. على فكره هو مش فرح هو الموضوع كله اللي هو ايه يعني ما تحرقش المفاجاه. بس انا اتدبست وانتوا اللي عملتوا فيها كده. يعني انتوا اللي عملتوا فيها بصوا كده. يا جماعه والله انا ما اتكلمت ولا طلعت الفيديو بتاع التيك توك الناس اللي شافته اللي هو بدايه الموضوع اصلا الا علشان عارف ان في ناس هتفرح. وانا متاكد ان الفيديو ده كابتن بمناسبه اللي انت قلته ان انت هتعمل الفرح. الفيديو ده يوصل اكتر لايكات عشان انا متاكد ان انتوا لو وصلتوا لهنا. في رساله جات لي عارف ليه؟ حد بعت لي بيقول لي هو الفرح امتى؟ بجد والله الفرح ان شاء الله يا جماعه حد من صحابي بعت لي بيقول لي هو الفرح بتاع ايسن امتى؟ خلال يعني انتوا يعني كده يعني ان شاء الله يا جدعان. لا مش هنقول لكم بقى امتى هو يعني سيبوها كده هتلاقونا يعني بدله بقى وكده والكلام ده. موضوع ده ربنا في يسير. قصه بقى يا جماعه. ده في قصه طويله وليله كبيره بقى وتحضيرات وليله ما يعلم بقى وربنا يا رب يسترها عليكم وعلينا. لا يبقى لازم الناس تفعل الجرس عشان لما ننزل الفيديو اللي جاي يجي لكم اشعار بالفيديو الفاهمين اللي بعده. مش عايز اقول لكم على الجرس حاجه. مهم جدا الاشتراك. ايوه طبعا. في مفاجآت كتير قوي. اللايك يا جماعه اللايك مهم عشان تشجعونا. اللي فرحان والمصحف ما يعمل بيستوعب انا دماغي بتلف. طب ثواني بس. انت ازاي عملت لا انا كده؟ عايز حاجه بس. اللي فرحان يعمل لايك تمام. وحاجه كمان يروح يخش يمسح الشتيمه اللي شتمها لي في الكومنتات على الفيديو بتاعي. الفيديو بتاعي دخلوا شتموا يروحوا يمسحوه. بس انا الفيديو بتاعي كان يعني بامانه عصب. وبقى بجد مستفز. اللي ما اتفرجش عليه يروح يتفرج عليه. عايز هحط لكم الفيديو يا جماعه هتقولوا ده. المقلب هتعرفوا انا ليه زعلان كده. هتقولوا دي حاجه في الديسكربشن اتفرجوا عليه. خلصوا الفيديو بتاع كده اتفرجوا عليه. وانا اصلا اقول لكم على حاجه والله العظيم
انا وايسل وجيلي وادم. هو قال امبارح ان هو جاي لنا وكده في الكومنتات، فاحنا قاعدين اصلا والله العظيم كام مره قاعد ولو قلت له البسه بتاع عشان عارف ان هو جاي بامانه. انا عارف اصلا ان هو جاي، بس هو ما قاليش اقسم بالله ما قلب عشان والله العظيم انا لما اصل كان جاي، لما بيقول لي جاي. باجي هو عارف البيت بتاعي، فانا عارف ان هو جاي. قلنا نقعد بقى كده نلعب ومش عارف ايه وبتاع، كل شويه نخش نقعد جوه نخرج بره لحد ما ايه اتفاجئنا الاخ جه والحمد لله شرب المقلب. بس بالله عليك بالله عليك وحياة لا اله شربت الا ولا الله لأ؟ واللي نزله 7 سماوات انا شربت المقلب، وحرفيا ما توقعتش ودين الله بحلف ولا اتحاسب على الحساب، انا ما توقعت انه مقلب بجد، والله العظيم ما توقعت بجد. اللي فات مات اللي فات مات ملك المعالي. معلم. من الاخر كده يا جماعه بقى اللي فات مات. كينج مصر وخالد كريستيانو. اخوات يا جماعه اخوات 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 اخوات. نشوفكم فيديو جديد. يلا لايك 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 لايك